شامبو القشرة مش جايب معاكي نتيجة فالفيديو ده ليكي. أول حاجة استخدمي شامبو القشرة من 2 ل 3 في الأسبوع حسب احتياج فروة راسك، ولازم تسيبيه من 3 ل5 دقايق على فروة الشعر عشان المواد الفعالة اللي في الشامبو تلحق تاخد وقتها وتلحق تشتغل. لو فروة شعرك فيها دهون كتير وفيها تراكمات ممكن تغسلي شعرك الأول بالشامبو العادي، بعد كده في الغسلة التانية نستخدم شامبو القشرة بتاعنا. كده هيجيب نتيجة حلوة قوي بحيث الشامبو العادي يكون شايل الدهون والتراكمات، والشامبو ده يشتغل بقى على القشرة اللي موجودة وينضف فروة الشعر كويس. الشامبو ده فيه بايركتون أولامين وفيه 12 نوع من الزيوت. عجبني فيه انه بينضف فروة الشعر كويس قوي، في نفس الوقت مش هتحسي بجفاف بعده زي معظم شامبوهات القشرة علشان فيه 12 نوع من الزيوت والمستخلصات الطبيعية. انا في الوقت الحالي الحمد لله مش عندي قشرة، بستخدم شامبو داندا اكت من وقت للتاني علشان يحافظ على فروة الشعر، علشان انا بستخدم سبراي للتساقط. سبريهات التساقط معظمها مع الوقت بتعمل تراكمات على فروة الشعر وقشرة، فبستخدم داندا اكت كوقاية، وبصراحة مريح شعري جدا، بينضف فروة الشعر كويس قوي. بستخدمه علشان يحافظ على فروة شعري نظيفة والحمد لله فرق معايا.